يا صباح النور والسرور، صباح الفل، صباح الرضا، صباح الجمال على عسلة قلبي واخواتي وحبايب قلبي. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في اتم صحة واحسن حال. النهارده يومنا كده يعني مختلف عن الروتين. النهارده كده نزلت جبت حاجات من السوق، لان الصراحة كانت التلاجة فاضية خالص، فقلت بقى اخدكم معايا كده السوق واقول لكم اسعار النهارده ايه، ونشوف جبنا ايه مع بعض، ونوفر مع بعض ازاي، ونخلي بيتنا مليان بالبركة كده والخير. لو لسه اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تحطي اللايك وسبسكرايب للقناه والكومنت اللي بيشجعني ان انا اكمل معاكم. بحبكم كلكم. يلا بينا نبتدي الفيديو. قبل ما نبتدي الفيديو لازم نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا يا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، عشان كده يومنا يبقى مليان بالطاقه وبالنشاط وبالرزق. ويلا بينا نستعين بالله ونقول بسم الله. صباح الفل على عسولات قلبي. لسه جايه من السوق طازه، فقلت اعمل لحبايب قلبي طبعا وما نبخلش عليهم بفيديو مشتريات. جبت الطماطم دي النهارده عشان ما اطولش عليكم ب5 جنيه. ال2 كيلو ب10. كان في ال3 ب10، بس الصراحه يعني ما كانتش حلوه، يعني هي عايزه صلصه، وانا يعني ما فيش وقت ان انا اقف اعمل دلوقتي عشان لسه هعمل غدا وكده. فجبت دي 2 كيلو ب10 جنيه. ماشي. نجيب الخيار. بصوا الخيار دوت كان عامل 20، خدت نص ب10. خدت نص ب10 جنيه. ماشي. الفلفل الكيلو ب10، بس معرفش هو عطاني دول ب4 جنيه، يعني طلعوا على الميزان ب4 جنيه ربع تقريبا او اقل من ربع، مش عارفه. المهم تمام. جبت بصل. البصل ده عامل 12 جنيه. البصل ده يا بنات عامل 12 جنيه. ان في كبير وفي صغير. انا ساعات بحب الصغير ده عشان بحطه للشوربه، بناكل منه جنب رنجه، جنب مثلا اي حاجه كده، ايه عايزين ناكله جنبها بصل فول او حاجه. بصوا ده كده حلو قوي ب 12 جنيه. في ب15 وفي ب13، يعني الاسعار مش يعني مش في السوق كله زي بعض. يعني دوت الفلفل دوت عامل الكيلو 10 جنيه. الفلفل الكوبي ده الكيلو ب10 جنيه. تمام. جبت بقى الليمون دوت، الكيلو كان عامل 10، خدت نص ب5. يعني ده كده حلو والله يا بنات. يعني الواحد برضو بيبقى عايز حاجه ترطب عليه في الصيف. الليمون ده بصوا ده كده ب5 جنيه. ايه تاني؟ جبت البطاطس دي كده عامله 13 جنيه. اهي دي كده عامله 13 جنيه الكيلو. ماشي. جبت بقى رز. جبت كيلو رز نصين. جبت كيلو رز نصين، وجبت نص كيلو مكرونه. نص كيلو مكرونه. جبت بهارات ناقصاني، كانت فلفل اسمر وكاري وكركم وتوم باودر وبصل باودر وكمون، دول كانوا ناقصاني. وجبت نص دقيق عشان يبقى عندي برضو لو عملت كيكه او عملت حاجه بالدقيق. وجبت ملح، جبت 3 اكياس ملح من ده كده. جبت ذره فشار للاولاد، دول عاملين 5 جنيه. وجبت دول ب30 سمنه. هو كيلو تقريبا عامل 85، دول ب30 على الميزان. ماشي. جبت بقى نص كيلو لحمه دوت كده، يعني هو الكيلو ب400. جبت النص كيلو ده ب200 جنيه. وجبت نص كيلو بانيه عامل 95، كملي بال100 طبعا. ماشي. وانا وريتكم ديت يعني لحمه مفرومه عندي في التلاجة، عشان يعني ايه نكمل الاسبوع بتاعنا. لو طبخت النهارده هعمل بقى اكل يومين، يعني هعمل لحمه ديت على باميه اكل يومين. والفراخ دي طبعا هتبلها واحطها في التلاجة متبله. واللحمه دي هسيبها زي ما هي كده في التلاجة. اللحمه المفرومه انا كنت اخده منها، هي كانت عندي في التلاجة، بس قلت برده اوريها لكم ان انا عندي ربع اعمل بيه حاجه يعني تنفعني. وكمان جبت يا بنات، جبت 2 كيلو اللي هو 2 لتر او 2 كيلو صابون دوت ب6 جنيه اللتر. جبت دول اهو ب12. تمام. ده اهو دواء النمل. انا قلت للراجل المره اللي فاتت دواء النمل ما كانش حلو، قال لي خدي دوت حلو على ضمانتي من حد تاني. يعني قلت له خدت من حد تاني دواء بس ما كانش حلو، قال لي خدي ده على ضمانتي. دول عاملين 6 جنيه تقريبا. ده دوني عاملين 5. ودوت جيتول الارض ب5.
ده معطر جو بجيبه من عنده سايب برضو، دول ب6 جنيه او ب7 جنيه حاجه كده يعني، هو كان باقي فلوس قلت له كمل لي، بس ريحته حلوه قوي، اسمه سكيب، ريحته جميله قوي. وجبت 2 لتر كلور، اللتر عامل 4 يعني، دول انا قلت له حط لي ب10 يعني 5 وب5. وجبت كيس سلك عامل 5 جنيه. هنا بقى يا بنات جبت الاوكسي دوت لان هو بيوفر معايا. انا طبعا قلت لكم كل ده من غير مونتاج عشان خاطر انا كنت جايه من السوق وعايزه اقول لكم الاسعار قبل ما انسى. الاوكسي ده بجيبه كيلو ونص عامل 80 جنيه، وال2 كيلو عامل 105، بس ما كانش عنده 2 كيلو كان خلص، بس قلت اجيب الكيلو ونص دوت اهو ايه يمشيني يعني اسبوع او يقعد معايا اكتر من اسبوع. انتوا عارفين ان احنا كل يوم بنغسل. وضبت بقى الحاجه معاكم هنا، حطيت كده يعني غسلت الحاجه وحطيتها نشفتها وحطيتها في المنظمات بتاعتها وحطيتها في التلاجة. حاولي على قد ما تقدري ان انت لما تجيبي حاجتك من السوق تشيليها نظيفه عشان خاطر لما تطلعيها من التلاجة او حاجه تبقى جاهزه ان انت تشطفيها. بس كده. الطماطم ديت بقى بصوا، عايزه اقول لكم الراجل ضحك عليا، كان حاطط لي الطماطم مش حلوه خالص، بس الحمد لله على نعمه ربنا يعني. يا ريتني كنت جبت اللي هي 3 كيلو ب10 جنيه وعملتها صلصه، وجبت من اللي هي ام 8 جنيه الحلوه، كنت جبت الكيلو للسلطه. بس مش مشكله، الواحد مش بيتعلم يعني ببلاش. طلعت بقى الجامده اللي هي ممكن تقعد معايا في التلاجة مثلا من يومين او 3 ايام لغايه ما انزل اجيب طماطم تاني. وطبعا الحاجات دي حاجات اسبوع يا بنات مش شهر، عمرها ما هتقعد معاكي شهر دي. انا جبت نص كيلو اللحمه عشان يقعد معايا يومين اطبخ. طبعا الجو حر بس انا بحب الاكل يقعد معايا يومين، لان انتي طبعا حيره كل يوم تاكلوا ايه، وانا الصراحه يعني لما يعني بابانا بيبقى اجازه يعني بستغل ان انا اعمل اكل يومين عشان نبقى قاعدين هما. يعني فكره التصوير ديت وان انا بقى رايحه جايه واصور واعمل وافضل اتخلق على العيال واقعد عشان بصور وكده بيزهقوا يعني. فانا بحاول على قد ما اقدر طول ما هو في الشغل وكده ان انا يعني اللي انا بعمله بصوره عشان يبقى معايا فيديوهات وهو اجازه. طبعا كل اللي بيصوروا عارفين كده. المهم بقى خدت كده كام طماطميه كانوا جامدين، حطيتهم في المنظم، وخدت الطماطم دي قلت اعمل منها حبه للباميه اللي انا هعملها معاكم النهارده، واشيل الباقي في التلاجة. طبعا انا النهارده عملت معاكم يوم والله العظيم الفيديو ده يستاهل 100 لايك 100 لايك. طبعا الفراخ بصوا انا نقعتها، حطيت ملح وسكر وكركم وبشرت طماطمايه. طبعا كل ده الزفاره من الفراخ بتروح. سبتها بتاع حوالي ساعه كده، وبعدين بقى رحت متبلاها بكل التوابل اللي عندك، كل حاجه نص معلقه كده. وبشرت بصلايه، عايزه تاخدي البصلايه مبشوره ماشي، عايزه تاخدي ميه البصل ماشي. قسمت النص كيلو على كيسين، يبقى انا كده عندي اكل يومين للاسبوع. ممكن كمان الاكل ده يقعد معايا عشان توفري، خدي مني فكره واشتري لبكره. بصوا الفراخ دي ممكن تعملي ربع شاورما مع مكرونه، وممكن تعملي مكرونه وبانيه، وممكن تعملي مثلا شاورما في سندوتشات كده والحمد لله جنبها بطاطس محمره وخلاص. قسمت النص كيلو الفراخ على يومين، مره شاورما او مره بانيه ومكرونه. ولو حابه تعملي مثلا ستريبس عشان مثلا لو انتوا افراد كتيره في العيله. واكل الباميه على يومين. وكان عندي ربع كيلو لحمه مفرومه في التلاجة، وكان عندي صدق ربع كيلو بس نسيت اطلعه الصراحه. فكده الحمد لله عندي يعني اكل يكفيني، وساعات بنقضوها يعني. انا النهارده وبكلمكم عندي بقيه اكل. وعامله الباميه ده معاكم امبارح. ضربت بقى الطماطم كده، هشيل بقى حبه في العلبه حطيتها في الفريزر لما تبرد، وهعمل بقى الاكل معاكم النهارده بحبه الطماطم اللي باقيين. هحط بقى اللحمه بعد ما غسلتها كويس جدا. انا بحب يا بنات قوي اشوح اللحمه الاول في حته كده يعني زبده صغيره او سمنه. بحب اشوحها الاول بعدين احط عليها البهارات. ما بحطش عليها ملح، بحط عليها فلفل اسمر، حبهان، ورق لورا، بحط عليها طماطمايه، جزرايه، بصل، كل الخضار اللي انا جبته ده. ونسيت اجيب الجزر، شفتوا بقى لسه فاكره دلوقتي انا بقول لكم صدقوا. ماشي. المهم اشوحها كده الاول. وكان عندي بنجرايه هنا كنت ناسيها في الفريزر، رحت مقشراها وحطيتها على الطماطم. بتدي للطماطم لون حلو، ومنها ان هي مفيده. بس بقلب اللحمه كده وبسيبها اللي هي تاخد يعني ايه زي لون كده عشان تبقى طعمها جميل، وهتطلع معاكم احلى شوربه والله العظيم. بتحطوا بقى عليها ميه سخنه من الكاتل، ميه من الحنفيه، احنا في الصيف طبعا والميه بتبقى دافيه. حطيت بقى الميه غليت حبه، وحطيت حبه من الحنفيه عشان خاطر بصراحه كنت عايزه اخلص الاكل بسرعه. الباميه بقى
هعمل معاكم الباميه. طبعا احنا كلنا ستات شاطرين وعارفين احنا بنعمل ايه واكل ايه، بس انا بقول لكم في بنوته ممكن تدخل كده، بنوته بتتفرج مع مامتها. المهم بصفر البصلايه كده، ببقى حاطه كده فص ثوم، وببقى مسبكه الطماطم طبعا معاكم، كنت مسبكاها. وبقى انا بحب الاول احط الباميه اديها مع البصل والثوم تشويحه، يا اما ساعات بحط الطماطم تتسبك. تمام، بس انا بما اني الطماطم متسبكه شويه قلت احط الباميه تاخد نكهه البصل والثوم كده مع حبه فلفل اسمر، ولو حابين تحطوا بهارات تانية حطوا. وبعد كده بقى انزل عليها بالطماطم. بعد كده بقى ببقى عامله لها دقه، ماما طبعا اللي معلماني الحركه دي، ربنا يا رب يبارك لنا فيها. في ناس بتبقى بتعمل اللي هي الطشه، اللي هي زي الدقه، زي قصدي الفته، بتحط توم وعلى كزبره وتعمل كده في السمنه وتحط عليها وتدخلها في الفرن. انا ساعه مره عملتها كده طعمها الصراحه كان جميل، انا بقول لكم اللي انا بجربه. لكن الصراحه اللي هي حركه ماما والدقه دي بتطلع طعمها تحفه. بعد ما بتستوي شويه يعني قرب كده ما تاكلوا، تروحوا حاطين الدقه تاخد غلوه وخلاص. هتشوفوا معايا كل حاجه. وعملت لهم رز بالشعريه جنب الاكل، والحمد لله، والاكل هيكفينا يومين دوت. وانت برضو حاولي على قد ما تقدري توفري. وتعالوا اقول لكم بقى حبه نصايح انا بمشي عليها ازاي توفري في الاسبوع او شهرك او كده. انا قبل ما بجيب اي حاجه يا بنات في التلاجة لازم ابص ايه اللي عندي وايه اللي موجود وايه اللي مش موجود، عشان ما اجيبش حاجه زياده وتبوظ مني، او ان انا مثلا اسيبها في الفريزر فتره طويله. انا بحب اجيب الخضار فريش، يبقى الاسبوع باسبوعه. طبعا الخضار عمره ما هيقعد عندنا شهر في التلاجة، في ناس بتقعد الخضار بالشهر، بس الصراحه مش بيستحمل ومش بيبقى حلو زي الاسبوع باسبوعه. تمام، ببص الاول على ايه المتخزن عندي في الفريزر، ايه اللي انا ممكن اجيبه. زي مثلا بالنسبه للخضار ممكن مثلا اشتري مره واحده في الاسبوع، اختار الحاجات اللي تعيش معايا زي البصل والبطاطس والجزر والطماطم والحاجات دي. الحاجات بقى اللي بتدبل بسرعه زي الكزبره والشبت ساعات بجيبهم واحطهم في برطمان وفي منجيل كده يعني مش مبلول، واحطهم بيعيشوا معايا. ساعات بقطعهم وبحطهم في علبه في الفريزر بيعيشوا برده معايا، بيبقوا جميل. تمام، اللحمه والفراخ لو بجيب مثلا فرخه بقطعها واوزعها مثلا على كذا حاجه. يعني مثلا اعمل محشي وجنبه فراخ، اعمل صينيه فراخ وجنبها مثلا رز وبطاطس، حاجات من دي، عشان برضو ايه يبقى ايه ننظم وقتنا وما نقعدش نقول هنطبخ ايه النهارده، هنحتاس يعني. المشتريات بقى اللي هي زي مثلا ايه الرز، المكرونه. شوفي بقى انتي يعني محتاجه ايه، الرز ايه، مكرونه ايه، عندك مثلا ايه في البيت مثلا وهتجيبي ايه كده، فتجيبي على قد احتياجاتك. يعني الرز، المكرونه، الحاجات دي في الصيف بتعمل يعني زي اعزكم الله صوص والكلام من ده، لازم نحطها في التلاجة عشان نحافظ عليها، او ما نجيبش ياما، نجيب على قد استخدامنا. زي ما انا ما جبت كده كيلو رز، نص كيلو مكرونه، ممكن لو بتحبي البرغل جيبي، لو بتحبي الفريك جيبي، ايه الكلام من ده. منظفاتك برضو زي ما انا ما جبت كده على قد. انا ساعات بجيب برسيل جل، وساعات بجيب مثلا كلوركس الوان، بس الصراحه انا ما جبتش المره دي كلوركس الوان برسيل جل، لكن عندي حبه هنا وحبه هنا في الجيركن ده وفي الجيركن ده، فقلت لا. وكمان جبت اللي هو كيلو ونص اوكسي، فكان هيقعد يعني معايا فتره مع الحبه اللي عندي. ماشي، يعني انتوا هاتوا اللي انتوا بتستخدموه، بس اللي موجوده عندك وفري فلوسها للاسبوع اللي وراه، تجيبي مثلا بيهم حاجه ليكي، حاجه مثلا للبيت. بهاراتك مثلا لو ناقص حاجه في البهارات هاتي من الفلوس مثلا اللي انت هتوفريها، هاتي مثلا ب 10 جنيه فلفل اسمر، ب 10 جنيه كمون، ب 10 جنيه كزبره. البهارات الاساسيه خليها عندك. جيبي ملح مثلا وحطيه في البيت، دايما الملح ده بيخلص مننا وساعات بنقول ايه مفيش ملح، لا هاتي 3 4 5 اكياس حطيهم مثلا في التلاجة، حطيهم في التربو، عشان تبقي ايه منظمه دنيتك وحياتك كده. طول ما انت منظمه دنيتك وحياتك وماشيه بنظام وماشيه كده بالراحه وسايباها على الله، ربنا هيبارك لك في مصروف بيتك وهيبارك لك في حياتك، ومش هتحتاجي لحد ابدا، وربنا ولا يحوجني ولا يحوجكم لحد يا رب العالمين. انا اتكلمت معاكم طبعا وانا بغسل المواعين وشفتني وانا بعمل الاكل وكده، انا قلت بقى ناخده النهارده كده ايه اليوم بسلاسه كده وبلطافه. اما بقى بالنسبه للالبان او الفاكهه او الجبنات والحاجات دي، بابانا بيجيب لنا برضو الحاجه. ممكن مثلا نجيب جبنه وحاجات من دي بتقعد معانا 3 4 ايام، نجيب كده ممكن تقعد معانا اسبوع، حسب مثلا احنا جايبين قد ايه. ما بندخلش خالص لانشون بيه في الحاجات دي، ما مش بندخلها البيت خالص عشان انا مش بحبها. وبجيب مثلا الفاكهه، هو بيجيب لنا فاكهه وهو طالع، جاب لنا وهو طالع عنب وجاب لنا مانجا،
وجيبي مثلا اعملي كيكه، جيبي ذره فشار، حاولي ان انت مثلا تملي بيتك بالخير عشان يبقى عندك كل حاجه وتقعدي كده اسبوع في بيتك ما تنزليش الا غير للضروره. خلاص انا قلت لكم برده ايه بسلاسه كده يومي او اسبوعي بمشيه ازاي. يا رب لو استفدتوا حتى حاجات بسيطه، بالله عليكم اجبروا بخاطري وما تطلعوش من الفيديو بسرعه عشان الفيديو بيقع وما بيوصلش لعدد كتير من الناس، واليوتيوب مش بيقترحوا على الناس. عايزه اكون اكبر عيله بيكم ومعاكم. كده الفيديو بتاعي خلص، ما تنسوش تحطوا لي بقى اللايك بالله عليكم، سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس وتحطوا لي كومنت بيشجعني. اشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد، مع الف سلامه. توحشوني من الفيديو ده للفيديو الجاي. باي باي.